الحياة فيها حاجات كتير معقدة، صعب على عقلنا يفهمها. علاقة معقدة، رد مش مفهوم، رد يصدمك، أو الديب ليرنينج. ما تيجي نفهم بقى الديب ليرنينج. آخر مرة قلت لك إن الكمبيوتر شاف القطة والكلب بالكمبيوتر فيجن. طب هيعرف يفرق بينهم إزاي؟ هو ده الديب ليرنينج. عملية التعلم عادة بتبقى حاجة بسيطة، لكن عند الديب ليرنينج بتبقى معقدة نوعا ما، لأنها بتعتمد على الشبكة العصبية، النيورال نتورك. ودي حاجة زي مخ الإنسان كده بس أبسط شوية. وطبعا مش قصدي على مخك اللي ما بتفكرش بيه قبل المصيبة. ما تيجي نفهم بقى النيورال نتورك. بنجيب الحاجة اللي مش فاهمينها وبنقسمها على مجموعة من الطبقات، كل طبقة بتخصصها في جزء معين، بنجمعها وفي الآخر بنفهم اللي إحنا عايزينه، زي السي ان ان. بنجيب الصورة بتاعت القطة والكلب ونقسمها على مجموعة من الطبقات فلترز، كل فلتر متخصص بجزء معين. في النهاية بنقدر نجمع كل الفيتشرز اللي قادرين من خلالهم نعرف نفرق بين صورة القطة والكلب. ودي حاجة اسمها التمييز، ودي مش عند ناس كتير مننا. بصراحة أنا حاسس إنك مش فاهم. ما تيجي نفهم بقى. هو الفكرة إن عملية الليرنينج بتحصل قبل ما نديله صورة القطة والكلب أصلا. الفكرة أنا بديله مجموعة كبيرة قوي من الصور، وبعرفه مين فيهم القطه ومين فيهم الكلب. بالشكل ده يكون اتعلم من خلال الديب ليرنينج ان هو قادر يفرق ان دي قطه ودي كلب، بقى عنده داتابيز. كل ما اجيب له صوره اقول له دي قطه ولا كلب قادر يقول لي كده. بقى احنا عرفنا دلوقتي اخيرا ايه القطه وايه الكلب، والكمبيوتر عارف. انت ايه رايك؟ سلام.